مساء الفل يا بنات، ازيكم؟ فيديو جديد معاكم اسراء. عارفه ان الفيديو ده اتاخرت عليكم جدا فيه، وفي ناس كتير على القناه عندي جديده، بس انا كنت تعبانه جدا الفتره اللي فاتت دي، علشان كده ما كنتش عارفه ان انا اصور. كان التعب باين على صوتي جدا، حتى ممكن يكون لسه باين لحد دلوقتي، بس قررت ان انا اخرج بقى واصور لكم فيديو كلكم طلبتوه مني. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زياده الوزن. هكلمكم بالتحديد عن رمضان، لان رمضان هو اللي قرب دلوقتي، ودي فرصه تحفه يعني اللي عايز يزود وزنه او ينقص وزنه. فمن خلال تجربتي، ان انا ليا تجربه مع الموضوع ده، قلت ان انا هقول لكم عليه. وكمان مفيش حاجه في اليوتيوب كده او على النت عموما نظام صريح كده ان انت تمشي عليه علشان تزودي وزنك، لا كلها عباره عن وصفات او عصير او معرفش احط ايه على ايه علشان وزنك يزيد، وتشربيها كم مره في اليوم والكلام ده كله. طبعا الحاجات دي انا من الناس اللي مش بعرف اعملها خالص، ففي ناس كتير جدا زيي وداخلين على فرصه رمضان وكده، فهي حاجه حلوه قوي يعني ان انتوا تستغلوا الموضوع ده. فدلوقتي ان شاء الله هقول لكم على حاجات تمشوا عليها كده. الاول اقول لكم شويه معلومات عشان تبقوا عارفين اصلا انتوا عندكم نحافه ولا لا، وعايزين تزودوا وزنكم بجد ولا لا. وهقول لكم على 1 2 3 تعملوهم في شهر رمضان. ان شاء الله لو عملتوا كده بالظبط وزنكم هيزيد بالمعدل اللي انتوا عايزينه. كل فتره تروحوا توزنوا وزنكم وتشوفوا هو كده ولا لا، يعني كده خلاص انتوا وصلتوا الوزن اللي انتوا عايزينه ولا لا. فيا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك بس لما تشوفوه الاول، عشان الناس بتقولي انت بتقولي في الاول وكده. بس ما علينا، دلوقتي هاتوا ورقه وقلم، وقفوا الفيديو هاتوا ورقه وقلم علشان الحاجات اللي انا هقولها دي تسجلوها عندكم، لان انا اصلا نفسي كاتباها في ورقه وقلم لان عشان ما انساهاش يعني. فوقفوا بقى الفيديو وهاتوا ورقه وقلم وارجعوا لي علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض، ويلا كملوا الفيديو للاخر. يلا نبتدي كده، بسم الله. دي الورقه والقلم بتوعي اللي انا كاتبه لكم فيها الحاجات. هاتوا برضو ورقه وقلم، يا رب الخط ما يكونش واضح لان انا خطي زباله اصلا. ما علينا. فاكتبوا بقى معايا واحده واحده كده اللي هيحصل، ويا رب نمشي مع بعض كده يعني زي ما انا هقول، علشان اللي هيوقع حاجه فيهم ما اضمنش ان وزنه يزيد. تمام. اول حاجه خالص احنا هنعرف ازاي اصلا ان احنا عندنا نحافه. بصوا في معادله كده هتتعمل علشان تعرفي انت عايزه تزيدي قد ايه بالظبط، وان انت فعلا عندك نحافه وعايزه تزودي وزنك ولا لا. ايه هي المعادله دي بقى؟ هتقيسي، هتوزني نفسك. سي مثلا انت 60 كيلو، 60 كيلو ماشي مثلا، يعني انت 60 كيلو، هتوزني كمان طولك، وهتقسمي وزن الجسم على الطول تربيع. يعني ايه؟ وزنك مثلا 60 في الطول مثلا 160، يبقى 60 في 160، 160 دي تربيع. هيطلع لك الرقم اللي هيطلع ده لو هو من 18 ونص ل25، يبقى كده احنا تمام، مش عايزين نزيد، وكده وزننا مثالي وطبيعي ومفيش اي مشكلة. طيب لو انت وزنك او الرقم اللي طلع ده بعد المعادلة دي اقل من 18 ونص، يبقى انت كده عايزة تزيدي بالمعدل اللي هو من 18 ونص ل25. طيب طلعتي بقى فوق ال25، ده طبعا اللي عايز يزيد مش هيطلعوا اصلا، هو كده معناه ان وزنه زايد وعايز يخس. تمام. يبقى دي اول حاجه اصلا عشان نعرف احنا عايزين نزيد قد ايه وبمعدل قد ايه وايه الوزن الطبيعي لينا. في حاجة سهلة كده بس مش عارفة هي صح ولا لا بصراحة، اللي هو لو وزنك لو طولك 165، يبقى الوزن المثالي انك تكوني 65 كيلو. لو انتي 50 كيلو يبقى، لو قصدي طولك 150، يبقى الوزن المثالي 50 كيلو. انا مش عارفة ده صح ولا ايه، بس هي المعادلة دي اللي انا متأكدة منها يعني. فكده كده احنا هنوزن نفسنا قبل ما نمشي على النظام ده علشان نعرف احنا عايزين نزيد قد ايه. يبقى دي كده اول حاجة زي ما قلت لكم، وزن الجسم على الطول تشبيع اللي هيطلع. لو اقل من 18 ونص يبقى احنا عايزين نزيد، لو ازيد من 25 يبقى احنا كده مش عايزين نزيد، وبينهم يبقى المعدل الطبيعي. طيب اول حاجه خالص اصلا المفروض اننا نعمل تحاليل، لان لازم نتاكد ان مفيش اي مشكله صحيه. طبعا الكلام ده انتوا سمعتوه كتير قوي، بس انا كان عندي الحاجه اللي كانت عندي وكانت بتقفل شهيتي هي الانيميا. فهقول لكم برضو على العلاج اللي انا مشيته للانيميا علشان تمشوا عليه. طبعا الانيميا اعراضها معروفه، اللي هي بقى الدوخه، مش عايزه تاكلي، على طول مصدعه، على طول دايخه، الحاجات دي. فممكن نعمل تحليل انيميا، وفي تحليل غده درقيه، بس لو هتعرفوا تعملوه تمام، مش هتعرفوا مفيش مشكله. بس لو في اي شك ان انتوا عندكم انيميا لازم تعالجوها الاول عشان تمشوا على النظام ده وان هو يعمل نتيجه معاكم. لان طبعا الانيميا بتنزل الوزن جدا ومبتخليش عندك شهية. ده غير ان انا كنت اتكلمت على موضوع التريكتين وفاتح الشهية والكلام ده، وعملت عنه فيديو قبل كده. لو ما شفتكوش هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وشوفوه.
ان هو مضر فمش هينفع. المهم هقول لكم انا عالجت الانيميا ازاي. اول حاجه خالص انا كنت اخدت ده، حتى لسه ما كملتوش اهو، يعني لما لقيتها ان هي بقت كويسه ما كملتوش. هو اسمه سوبرافيت، هو ده تمام. خدوا سكرين شوت كده لو عايزين تكتبوه. هو ده اللي انا جربته يا جماعه، انا ما بقولش لحد ان على حاجه وحشه او وهي حلوه او حاجه حلوه وهي وحشه، لا هو ده اللي انا جربته وهو ده اللي جاب نتيجه معايا. كانت الدكتوره كاتبالي معاه على فيتامين سي، يعني ممكن تجيبيه وتجيبي معاه فيتامين سي، لان لما بتاخديه وتاخدي الفيتامين سي الحديد بيمتص بطريقه احسن، يعني الجسم بيمتصه اكتر. تمام. طيب ما عندكيش انيميا او مش متاكده انك عندك انيميا، خدي مكملات غذائيه، هي لو مش هتفيدك، فلو مش هتفيدك مش هتضرك. المكملات الغذائيه زي ايه بقى؟ هقول لكم ده اسمه فيتا فيرول. انا مش عارفه هو اتجاه الكاميرا ازاي، بس هو تقريبا كده باين. لو بالشقلوب بقى خدوه سكرين وخلاص، وبقوا هاتوه. يعني اسمه فيتا فيرول، هو حلو جدا تمام. هو مقوي عام ومجدد للدم، فزي ما قلت لكم لو مش هيفيدكم مش هيضركم، بس اهم حاجه ان احنا عايزين فيتامينات وحاجه تساعدنا للنقص اللي في جسمنا، لان الناس طبعا اللي هي عندها نحافه مش بتاكل كويس. فعشان كده بقول لكم لازم مكملات غذائيه. في حاجه كمان حلوه جدا اللي هو ده زنكترون، ده برضو مجموعه فيتامينات حلوه قوي. كانت اختي اللي قايله لي عليها، هي في طب وكده ففاهمه في الحاجات دي اكتر مني. فده حلو جدا، هي بتاخده وانا باخده برضو مكمل غذائي. فهاتوا اي حاجه منهم. لو انتم متاكدين عندكم انيميا زي ما قلت لكم ممكن تجيبوا مثلا ده وده ومعاه فيتامين سي. مش عندكم انيميا ولا اي حاجه، خدوا اي مكمل غذائي فيهم. تمام كده. يبقى دي تاني حاجة اتكلمنا عنها، اللي هو لازم تاخدي مكملات غذائية. طيب بقى هنبتدي النظام بتاعنا ازاي؟ احنا اول حاجة خالص هنبتدي من السحور. هتاخدي سحورك ازاي؟ انتي هتاكلي اكل عادي خالص زي اي سحور، سواء بقى كان فول، يفضل ان يكون في بيض عشان البروتين. تاكلي سحور عادي خالص زي ما كلنا بناكل. خلاص كلنا السحور وظبطنا نفسنا، هنجيب بقى لبن وشوفان. الشوفان بيخسس وبيزود على حسب ما انتي هتاكليه. احنا هنعمله دلوقتي بطريقه تزود وزننا. هنعمله ازاي بقى؟ هنجيب لبن مثلا كوبايه لبن، هي طبعا الكميه على حسب ما انتي عايزه. فهتاخدي اللبن تغليه، هنغلي اللبن كويس قوي، وبعد كده نحط عليه الشوفان على حسب ما احنا عايزين برضو، ونحط عسل ابيض او سكر على حسب الرغبه. يعني هو يفضل ان يكون عسل ابيض، بس في ناس ما بتحبش العسل الابيض، ممكن تحطي سكر على حسب ما انتي عايزه. بس كده هتقلبيهم مع بعض وتسيبيهم لحد ما الشوفان يشرب اللبن كله، يبقى عامل زي البليله كده، وبعد كده هناكله. يبقى كده سحورنا هيبقى سحور عادي، وبعد كده طبق شوفان باللبن زي ما انا كاتبه كده بالظبط. وبعد كده بقى هنشرب الميه بتاعتنا ونصلي الفجر وخلاص وننام. طبعا من الفجر للمغرب مش هناكل حاجه. في بقى حاجه لو عرفتوا تعملوها كويسه جدا، لو معرفتوش اقول لكم البديل بتاعها برضو، اللي هي ايه؟ قبل الفطار بساعتين حاولي قدر الامكان انك تلعبي تمارين. علشان ايه بقى؟ التمارين لما بيبقى بعدها الاكل الجسم بياخده كويس، يعني بقى مثلا اكل فيه بروتين وكده بتلاقي ان وزنك زاد. التمارين ده بتبقى تمارين سكوات او تمارين اللي هي بالاوزان، يعني سكوات بالاوزان. لو مش عارفين السكوات وكده ممكن تبحثوا عنه على اليوتيوب، هتلاقوا تمارين كتيره جدا، وفي ابلكيشن برضو على جوجل بلاي لتمارين السكوات. تمام. تلات ارباع الناس طبعا مش بتبقى في رمضان قادره ان هي تعمل تمارين وكده، فاللي هو هيقدر تمام، اللي مش هيقدر هقول لكم على حل تاني دلوقتي برضو. دلوقتي هنيجي بقى في الفطار. اول حاجه هناكلها، مش هنجري بقى على الميه وكده، لا اول حاجه خالص ناخد كوبايه تمر، كوبايه كده محترمه، نحط فيها تمر بلبن، مش تمر بميه، اهم حاجه يكون تمر بلبن، وتكون كوبايه محترمه كده مش حاجه صغيره. هنحط التمر وطبعا السكر بتاعنا، التمر واللبن والسكر بتاعنا، ونحط بقى فواكه مجففه. بيبقى فيه بقى في رمضان قراصية وتين وحاجات كتير جدا، نحط من كل ده. ونحط كمان لو في الفواكه المجففه والمكسرات. تمام. يبقى كده انت خدتي اصلا وجبه قبل ما تاكلي محترمه، يعني فيها عناصر غذائيه محترمه. هناخدها، وبعد ما ناخدها هنهدى شويه كده، نصلي مثلا المغرب او اي حاجه، اننا نقعد شويه ما ندخلش على الاكل على طول. وبعد كده هناكل الاكل بتاعنا الطبيعي خالص، اي بقى اكل موجود، لحمه فراخ اي حاجه، انت كده كده واخده وجبه محترمه يعني. فهناخد الفطار بتاعنا عادي زي ما احنا متعودين.
وبعد ما هناخد الفطار بتاعنا هناخد كوبايه عصير، بيبقى بقى فيها اي عصير بقى عاملينه، وبيبقى فيه في رمضان عصير كتير جدا، خشاف، اي حاجه انت حباها، بس كوبايه عصير برضو تكون كوبايه كويسه كده نشربها. بعد كده هنبدا نحلي بقى، بيبقى فيه برضو في رمضان كنافه، قطايف، الحاجات دي كلها هناكل منها على قد ما نقدر. كل دي تسليه يعني، يعني مش هتبقى حاجه صعبه، يعني تبقى حاجات طعمها حلو وبتاكل في رمضان. بعد كده هنبتدي بقى اننا نحلي زي ما قلت لكم. نحاول واحنا بناكل كمان، يعني مثلا احنا خلاص شبعنا، لا نزود شويه. يعني مثلا اول يوم انا اكلت طبق، حسيت ان انا شبعت، لا ازود كمان شويه، لان حجم المعده مع الوقت بيزيد. فانتي مثلا اول مره زودتي معلقه، تاني مره زودي معلقتين عن الكميه دي، فهتلاقي نفسك حجم معدتك بيزيد واحده واحده لحد ما هياخد بقى الحجم الطبيعي اللي هو الاكل الكويس اللي يفيد جسمك. تمام. تمام. بعد كده بقى نعمل ايه؟ كلنا كتير وخلاص ظبطنا الدنيا، هنيجي بقى بعد كده نشوف بقى ايه اللي ورانا نعمله. ممكن ننتخ زي ما كل الناس بتنتخ. بعد كده بقى في صلاة العشاء والتراويح هنصلي العشاء والتراويح وخلاص. هنيجي على الساعة 11 كده، 12 على حسب بقى يومكم، يعني بتسهروا للسحور ولا ايه، بس هنيجي على الساعة 11 كده هناخد تاني كوباية لبن، او شوفان باللبن بالعسل اللي احنا عملناه في السحور، تاني هناخده مرة تانية. فهنعمله مرة كمان وناكله. بس قبل بقى البتاع ده، المرة دي قبل ما ناخد الشوفان او اللبن لازم نعمل التمارين حاجة مهمة على فكرة، مش حاجة هتخسسك ولا كده، لا، علشان جسمك ما يزيدش مثلا من البطن والباقي رفيع، ما يزيدش من الارداف والباقي رفيع، فلازم التمارين علشان تظبط جسمنا كله مع بعضه. زي ما قلت لكم التمارين بتبقى السكوات ده، انا مش هعرف اتكلم عنه في الفيديو ده قوي، فزي ما قلت لكم ابحثوا على اليوتيوب هتلاقوا فيديوهات ليه، ممكن اعمل لكم فيديو عنه. ممكن تنزلوا الابليكيشن اللي على جوجل بلاي مجاني، وفي كل حاجه عن السكوات. هيبقى باوزان وكده، الاوزان طبعا محدش هيشتري اوزان من بره، فممكن ان انتوا تاخدوا الكيلو، يبقى لتر ميه، ل2 كيلو لترين ميه، ازازه ميه، وتمسكوها وتعملوا التمارين بتاعتكم. هي مش هتتعبكم خالص، يعني بتبقى حاجات سهله، يعني في الاول سهله كده، بس الفكره علشان الدهون عندنا متتراكمش في مكان معين. وبس. بعد ما هنعمل الدهون ايه بعد ما هنعمل التمارين هناكل اللبن بتاعنا، نتسلى بقى طول الليل، طول ما احنا قاعدين كده في مكسرات، فستق، بندق، ممكن ابسط حاجه خالص سوداني لب وسوداني، يفضلوا تاكلي فيه كده. كل دي حاجات ليها سعرات حراريه عاليه، فهتدي برضو لجسمك فايده. كل اللي احنا اصلا بنعمله اننا ناخد سعرات حراريه عاليه، ناكل اكل فيه حاجات فيه سعرات حراريه عاليه. تمام. وبس كده هنفضل بقى نتسلى في الاكل ده لحد السحور، ونكرر نفس النظام تاني. انا مش مدياكم مثلا حاجه هتزهقوا منها، او اكل معين هو كل يوم، لا، هو بس الفكره ان انت هتنتظمي على الشوفان باللبن والمعلومات اللي انا قلتها لكم دي. غير كده فانت بتاكلي الاكل الطبيعي يعني. فبس كده، هو ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. انتوا لو مشيتوا زي ما انا قلت لكم كده حاجه والله العظيم هيفيدكم جدا، وهتزودوا وزنكم زي ما انتوا عايزين بطريقه صحيه، من غير ادويه تبهدلنا ولا اي حاجه تدمر صحتنا. فامشوا على الطريقه دي كده. انا هنزل لكم الفيديو ده قبل رمضان بحوالي شهر، فهيبقى قدامكم فرصه ان انتوا تظبطوا دنيتكم كده، وتمشوا على اللي انا قايلاه ده واحده واحده. والحاجات دي ما تخافوش، مش مضره خالص، والله مستحيل اطلع اقول لكم حاجه تضركم، ممكن تسالوا عنها كمان. فبس كده، هو ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم تدعموني بلايك عشان اكمل ان شاء الله. انا هعمل فيديو تاني للي عايز يخس بقى، لنقص الوزن في رمضان او لخساره الوزن يعني. فتابعوني، هعمل الفيديو ده برضو كمان. ودعموني بقى بلايك عشان استمر. وما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين فيها، اهم حاجه تفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد هنزله. باي باي.